أعزائي المشاهدين، تتواصل الإثارة والتحديات الشوط الرئيسي الخاص بالقعدان جائزة خنجر، بالإضافة إلى مبلغ نقدي وكذلك مادة الزعفران المقدمة لصاحب المركز الأول. إذا شكر خاص للجنة الرئيسية على هذا التنظيم، وكذلك يقدم الشكر أيضا للإعلامي المتميز جاسم بن محمد الهديوي. مشكور يا أبو عايض على هذا اللقطات المميزة. إذا في أيضا السنابل اللي يقدمها وأذهب مع هذا الشعار، وشهيد سلطان بن حمود اليحافي يولى أو الهديوي في المركز الأول، بينما المركز الثاني أرى القدوم من أيضا هذا اللي هو أيضا اليايد ياسر بن علي بن خميس الهديوي. هذا الثنتين اللي بهن زان اللي قال المركز الثالث مع شاهين حمد بن جاسم بن عوض الهديوي. لكن أعود مع المركز الأول، مع السيطرة، مع الأداء، مع التحدي والعصم غروزة في الأبطان شاهين سلطان بن حمود الهديوي. لكن ارصد القدوم التحديات من النايد ياسر بن علي الهديوي. الله الله الله، غير زمام الأمور صاحب الشوط الرئيسي الخاص بالإبكار أيضا مع هذا الأداء، هذا التحدي. لكن ارصد القدوم من شاهين حمد بن جاسم الهديوي. الله الله، لمن الفوز والانتصار بين شاهين وبين الله، ولكن غير زمام الامور وانطلق بالناموس الشلال الشاهينيه مع المركز الاول حمد بن جاسم بن عوض الهديوي. مشكور على هذا الاداء، على هذه الاثاره، هذه التحديات مع المركز الاول. الله 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 الله، اذا الخير مع هذا الشعار. مشكور يا ابو همام على هذا الفوز والانتصار بهذا التحدي المثير. المركز الثاني شاهين سلطان بن سيف البوسعيدي، والمركز الثالث مع النايد ياسر بن علي الهديوي. تهانينا والناموس المالك شاهين جاسم أو حمد بن جاسم بن عوض الهديوي. التوقيت دقيقة 39 و75 جزء من الثانية. تهانينا والناموس، والسيف أو الخنجر تبقى في أرضية هذا الميدان. تهانينا والناموس.